السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في السيشن الثالثة من كورس جوجل تاج مانجر. في السيشن دي هنعرف ازاي نعمل انسيرت للفيسبوك بيكسل جوه الموقع بتاعي، وازاي نسيت اب الايفنتس المختلفة اللي بيقوم بيها العميل. فيلا بينا نبدأ بسم الله. أول حاجة احنا عايزين نعرف احنا هنتراك ايه بالظبط. أنا عايز أعمل تراكنج لكل الخطوات أو كل الايفنتس اللي بيعملها العميل جوه موقعي. فتعال نشوف اليوزر جيرني اللي بيمر بيها العميل. اول حاجة هو بيدخل على الصفحة دي، بيشوف الصفحة، وبعد كده بيدوس على كلمة add to cart، فبيتحول بعد كده لصفحة الكارت، فبيشوفها وبعد كده بيدوس على proceed to check out علشان يتحول لصفحة التشيك اوت اللي هيحط فيها البيانات بتاعته، اسمه وعنوانه. وبعد كده بيدوس submit او send، فبيتحول لصفحة الثانك يو بيج، وبالتالي بيكون طلب الاوردر. فاحنا كده عايزين نشوف العميل عمل ايه بالظبط، الايفنتس اللي اخدها، ونعمل لها تراكنج. فاول حاجة هو شاهد الصفحة دي، فاحنا هنعمل تاج ونسميه فيو كونتنت عشان نحسب كام شخص شاف الصفحة دي. تاني حاجة هو داس على add to cart، فاحنا هنعمل تاج ونسميه add to cart علشان نعرف كام شخص داس على add to cart. بعد كده هو دخل على الكارت، على الصفحة بتاعة السلة، فاحنا نعمل تاج تاني ونسميه فيو كارت علشان نعرف كام شخص دخل لصفحة السلة. بعد كده هو بيتحول للتشيك اوت بيج، فاحنا عايزين نعرف كام شخص راح للصفحة دي، فاحنا هنعمل تاج تاني ونسميه تشيك اوت. بعد كده هو بيطلب الاوردر وبيتحول للثانك يو بيج، فاحنا عايزين نعرف كام شخص عمل بيرتشز، فهنعمل تاج تاني ونسميه بيرتشز. طبعا اسماء التاجات انت بتحطها زي ما انت محتاج او زي ما انت عاوز. وكمان احنا بنتكلم عن الخطوات الاساسيه او الايفنتس الاساسيه اللي بيقوم بيها العميل. يعني انت مثلا واحد يقول لي انا عايز اعمل تراكنج للبروسيدي تشيك اوت، كام واحد ضغط على بروسيدي تشيك اوت. مش شرط اعمل تراكنج للتشيك اوت بيج فقط، انا عايز اعرف كم شخص ضغط على بروسيدي تشيك اوت. فاحنا اوريدي عملنا مع بعض التاج بتاع الاد تو كارت، وعرفنا كام شخص داس على اد تو كارت. فانت بنفس الطريقه تعرف تعمل كام شخص ضغط على بروسيد تو تشيك اوت، وهكذا. تمام. ده كان اول مثال معانا. طيب تاني مثال معانا هو عبارة عن بورتفوليو. انا دلوقتي عندي بورتفوليو، عايز اعرف الاشخاص اللي دخلوا الموقع بتاعي، كام واحد ضغط على الواتساب بutton، او كام واحد ضغط على لينكد ان او فيسبوك، او حتى كونتاكت مي. وكمان عايز اعرف كام شخص عمل سكرول وفضل ينزل في البورتفوليو بتاعي ووصل ل50% او 90% منه، لان هو كده حد مهتم بالبورتفوليو بتاعي او بالمدونة بتاعتي او مهتم بالشركة بتاعتي، وانا ممكن اعمل له ريتارجتنج قدام في الشغل بتاعي. كمان انا محتاج اعرف كام شخص دخل على الفورم دي وملى البيانات وداس على سند. فانا بالتالي هعمل تاج وهسميه واتساب بutton او فيسبوك بutton او لينكد ان button، علشان اتراك الاشخاص اللي داسوا على الواتساب او الفيسبوك او لينكد ان او حتى كونتاكت مي. وهعمل تاج تاني وهسميه سكرول، هعرف فيه كام شخص عمل سكرول ووصل ل90% من البيج بتاعتي، او وصل ل50%، او وصل للنسبة اللي انا عايزها. وهعمل تاج تاني وهسميه فورم سبمشن، علشان اعرف كام شخص عمل سبميت للفورم بتاعتي. وهعملها بطريقتين، طريقة عن طريق الاليمنت فيزيبيليتي، وطريقة تانية عن طريق الفورم سبمشن، علشان نكون اتعرضنا وغطينا اغلب التريجرز الممكنه. طبعا احنا في السيشن دي هنعرف بس ازاي نعمل انسيرت للفيسبوك بيكسل في الموقع بتاعنا، وبعد كده في السيشنز اللي جايه هنبدا ناخد ايفنت ونعرف ازاي نسطبه لحد ما نوصل للبريتشز، ونعرف ازاي هنسطبها بطريقتين، وازاي هنعمل امبورت للكرنسي والفاليو من الداتا لايرز. اما البورتفوليو والايفنتس المختلفه بتاعته فهنتعرض ليهم لما نوصل للجي اي 4 باذن الله.
فيلا بينا بسم الله نبدأ بأول حاجة، وهي ازاي نعمل انسيرت للفيسبوك بيكسل بالموقع بتاعي، او ازاي نربط الفيسبوك بيكسل بالموقع بتاعي. تمام. هنيجي هنا على جوجل تاج مانجر، وهنقف ثواني نفكر احنا محتاجين نعمل ايه. انا محتاج ان انا اضيف الفيسبوك بيكسل على الموقع بتاعي بحيث ان هو يظهر على كل الصفحات. اي عميل يدخل الموقع بتاعي شاهد اي صفحة، الفيسبوك بيكسل يسمع. يبقى انا كده بالنسبة لي التاج الكود بتاع المنصة اللي انا عايز اربطها بموقعي اللي هو الفيسبوك بيكسل اي دي. طيب، التريجر ايه الفعل اللي العميل هياخده؟ هو ان هو يشاهد الصفحة. يبقى التريجر بالنسبة لي هيكون بيج فيو. ممتاز. هنيجي هنا وهنضغط على نيو تاج، اد نيو تاج، او نضغط على تاجز، ومن التاجز نضغط على نيو. هتظهر قدامنا الويندو دي بالشكل ده. هنا التاج كونفيجوريشن، هنا التاج بتاعنا اللي احنا هنضيفه، وهنا التريجر اللي احنا هنضيفه. فهنضغط على التاج ونبدأ نشوف احنا محتاجين ايه. احنا قلنا احنا محتاجين نضيف الفيسبوك بيكسل، فهندور على الفيسبوك بيكسل. هنلاقي ان الفيسبوك بيكسل مش موجود للأسف. طب هنعمل ايه؟ في حاجة عندنا اسمها جاليري. الجاليري ده بيكون فيه تمبلتس جاهزة لحاجات كتيرة زي فيسبوك او تيك توك او ايا كان. فبنضغط على التمبلت جاليري دي وبنروح لها وندور على الفيسبوك بيكسل فيها. بنكتب هنا كده فيسبوك بيكسل، بيظهر قدامنا الفيسبوك بيكسل بالشكل ده. بنضغط عليه وبنضغط على add to workspace وبعد كده على add. هنلاقي ان الفيسبوك بيكسل تمبلت اتضاف لينا بكل سهولة. هنيجي هنا نحط الفيسبوك بيكسل اي دي بتاعنا. فلو رحنا للايفنتس مانجر واخدنا الاي دي ده كوبي وحطيناه هنا بيست، وهنيجي هنا على الايفنت نيم. هنا بيقول لنا انت محتاج الايفنت يسمى عندك ايه. هل هو بيج فيو، ولا هل هو اد بيمنت انفورميشن، ولا هل هو اد تو كارت، ولا هل هو ليد، ولا هل هو بيرتشز. احنا في حالتنا محتاجين ان البيكسل بتاعنا يسمع بيج فيو. انا محتاج ان الفيسبوك بيكسل يسمع في كل الصفحات، فالايفنت بتاعنا هيكون بيج فيو. دي اول جزئيه بتاعه التاج. تاني حاجه التريجر. امتى التريجر ده يسمع؟ لما العميل ياخد اكشن معين. ايه هو الاكشن اللي هياخده العميل؟ لما العميل يشاهد صفحه، فبالتالي التريجر بتاعنا هيكون بيج فيو. تمام. وهنسأل نفسنا سؤال، انا محتاج البيكسل ده يسمع لما العميل يشاهد صفحة معينة، ولا لما يشاهد all pages كل الصفحات؟ طبعا عايز الفيسبوك بيكسل يسمع في كل الصفحات. فبالتالي هنختار الاول بيجز. الاول بيجز دي هي الجنرال كيس من بيج فيو. لما تيجي تختار بيج فيو بيقول لك انت عاوز all pages ولا عايز some pages. فانا بختار all pages، فهو جايبها لي هنا جاهزه، فهختار all pages كتريجر. تمام. وبسمي البيكسل التاج بتاعي انا هسميه فيسبوك all pages. في حد تاني عايز يسميه اي اسم تاني فبراحتك، يعني دي تعتبر يعني انت بتسميه الاسم اللي انت تعرفه وتقدر ترجع له بكل سهولة. وبندوس على سيف. تمام. هنرجع ونشوف احنا عملنا ايه مرة تانية. هنعمل ديسكارد للتشنجز. احنا فكرنا الاول احنا محتاجين نعمل ايه. احنا محتاجين نضيف الفيسبوك بيكسل في كل الصفحات على الموقع بتاعنا. بالتالي التاج اللي هو كود المنصة اللي انا عايز اربطها بموقعي اللي هو الفيسبوك بيكسل. والتريجر هو البيج فيو، لان انا عايز البيكسل يسمع لما العميل يدخل على اي صفحة من صفحات الموقع. فبدخل على تاجز وبدوس على نيو، وهنا بقابل التاجز وبقابل التريجرز. بضغط على التاج كونفيجوريشن وبدور من هنا على الفيسبوك بيكسل، مش بلاقيه. احنا طبعا لقيناه علشان احنا ضفناه، لكن في الطبيعة اللي احنا مش هنلاقيه. فبنضغط على التمبلت جاليري وبندور في التمبلت جاليري على الفيسبوك بيكسل.
بيظهر لنا هنا، بنضغط عليه بيقول لنا اد تو ورك سبيس، بنضغط عليها وبعد كده بنضغط مره كمان على اد، بيتضاف لينا بكل سهوله. احنا دلوقتي علشان ضفناه ظهر قدامنا على طول، فهنضغط عليه وهنيجي هنا نضيف الاي دي بتاع الفيسبوك بيكسل اللي احنا خدناه كوبي، نحطه هنا بيست، ونيجي هنا على البيج فيو، على الايفنت هنختار بيج فيو لان انا عايزه يتبعت لي ان حصل مشاهده للبيج مش بيرتشز او مش اي حاجه. وهنيجي هنا على التريجر ونختار all pages لان انا عايز البيكسل ده يسمع في كل الصفحات لما العميل يشوفها. فنختار all pages، وبعد كده هنسمي البيكسل بتاعنا الاسم اللي احنا حابينه. انا هسميه فيسبوك all pages، وهندوس على save. ممتاز. فاكرين لما كان في السيشن اللي فات اتكلمنا عن التمبلتس وقلنا اللي احنا هنتعرض ليها السيشنز اللي جايه؟ لو ضغطنا هنا على تمبلتس هيحولنا للصفحه دي. لو ضغطنا هنا سيرش جاليري نقدر ان احنا من هنا نضيف الفيسبوك بيكسل تمبلت او اي تمبلت تاني احنا عاوزينه. احنا كان ممكن نعمل الخطوة دي من هنا، لكن انا حبيت ان انا اعملها من جوه التاج بحيث ان احنا نكون جوه ويندو واحدة بس، ما نفضلش نروح ونيجي ما بين الحاجات المختلفة وبالتالي نتشتت. ودلوقتي جه دور البريفيو مود. احنا اتفقنا في شغلنا ان اي حاجة هنعملها لازم نتأكد اللي هي شغالة كويس. فهنضغط على بريفيو، بيفتح لي الويندو دي كده وبيقول لي اكتب اليو ار ال بتاعك. فانا هضغط هنا على هكتب اليو ار ال وهضغط كونكت، بيفتح لي الويندو دي كده. تمام. تمام. هرجع هنا كده هلاقي ان الفيسبوك اول بيجز في التاجز فايرد، فانا كده التاج بتاعي اتسطب بطريقه صحيحه. هنا بيقول لك في اكستنشن هننزلها، هنضغط على add to chrome add extension. اوكي. تمام. هنيجي نعمل بريفيو تاني وكونكت. دلوقتي احنا اتأكدنا ان التاج فايرد بتاع الفيسبوك اول بيجز. ممكن اتأكد بطريقة تانية وهي عن طريق الميتا بيكسل هيلبر. الميتا بيكسل هيربر هي اكستنشن تبع ميتا. لو سرشنا عنها في جوجل هنضغط هنا ونضيف الاكستنشن بتاعتها بكل سهولة. دي اكستنشن بتساعدني اعرف البيكسل بتاعي اتربط بموقعي بسهولة او بطريقة صحيحة ولا لا، وبيعرفني ايه هي الايفنتس اللي سمعت. فانا عندي كده سمع بيج فيو. ممتاز. هنرجع تاني هنا وخلينا نتكلم تاني احنا عملنا ايه بالظبط في البريفيو مود. احنا فتحنا البريفيو مود، حطينا فيه اليو ار ال بتاع الموقع بتاعنا ودوسنا كونكت، ورجعنا تاني لقينا ان التاج بتاعنا سمع في السكشن بتاع التاجز فايرد، فتأكدنا ان التاج سمع بطريقة صحيحة. بعد كده نزلنا اتنين اكستنشنز، اول واحده هي التاج اسيستنت وتاني واحده هي الميتا بيكسل هيلبر. ولما فتحنا الموقع بتاعنا لقينا ان الميتا بيكسل هيلبر سمع فيه البيج فيو ايفنت، فبالتالي برضو اتاكدنا اكتر ان احنا ماشيين بطريقه صحيحه وان البيكسل بتاعنا اتسطب بطريقه صحيحه.